بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد، ونرجع أخيرا لمحتوانا الطبيعي. محتوانا الطبيعي خلصنا المحتوى بتاع رمضان. الفيديو فاكر عن بنتين يعني عادي جدا كده، فجأة لقيته بنتين طلع. يعني إيه، خلصنا كل الكلام ده، نرجع بقى لإيه، للمحتوى الطبيعي بتاعنا. وهنزل بفيديو مثير للجدل دلوقتي، يلا بينا بقى. يعني إيه ليه لأ؟ يعني نرجع بالتقيل منه. أنا جاي النهارده أقول لك ما تخشش سي اس أصلا. تمام؟ سي اس اللي إحنا أصلًا فيها، اللي إحنا بنتكلّم عليها، اللي فيديوهاتنا كلّها بنتكلّم عنها، والحاجات اللي تخُصّها وما إلى ذلك. أنا جاي أقول لك ما تخشّهاش. والله عادي جدًا جاي أقول لك ما تخشّهاش. بس أنا أقصد هنا مش الكُلّية كCS الكُلّية، لأ، ولا كُلّيات الكمبيوتر عامةً. لأ، كل الكلام ده أنا ما أقصدوش. أنا أقصد قسم CS. بمعنى لو أنت الكلية بتاعتك، لو أنت الكلية بتاعتك كلية حاسبات اللي الجامعة بتقدّمها لك، الكلية دي هي قسم واحد، في كليات كده، هي الكلية عبارة عن CS، تتخصص اسمك إيه، CS. تمام. دي أنت تمام، خلّيك معاها، أنت كده جميل. الجامعة بتدّيك كل حاجة، بتدّيك الcyber security بياخدوه لو متاح يعني المنهج، بيدّوك اللي بياخدوا بتوع SE اللي هم software engineering، بيدّوك اللي بياخدوا بتوع IS information systems، بيدّوك اللي بياخدوه بتوع AI، اللي بياخدوه مش عارف مين، أيًا كان. فعامةً الكلية اللي بتبقى ما فيهاش غير قسم واحد دي تمام، دي أصلًا أنت لابسها كده كده ما عندكش options، فهي تمام غصب عنك يعني، فحتى لو مش تمام معاك فهي تمام، لإن أنت ما بتاخدش حاجة specific، أنت بتاخد إيه، كل حاجة. هم مش مخصصينك، فأنت اسمك حاسبات، من يومك وأنت اسمك حاسبات. تعالَ بقى في حالة عندي، زي الحالات اللي عندي. أنا الكلية عندي بتوفّر لي حوالي 4، 5 أقسام تقريبًا. من ضمنهم وأولهم CS، وده ده القسم اللي أنا باقول لك ما تخشوش. يعني أنا حاسبات، تمام، أنا في كلية حاسبات ومتخصص حاسبات. تمام، أنا في حاسبات ومتخصص حاسبات، لإن أنا عندي قسم حاسبات جوّه كلية حاسبات، عندي قسم حاسبات، عندي قسم software engineering، عندي قسم information systems، عندي قسم cyber security، وعندي قسم AI. تمام، دي ال5 أقسام. وفي قسم سادس يعني في الأغلب ما بيتفتحش يعني، بس إيه، هو موجود، اسمه مالتي ميديا. تمام، قسم ما لوش لازمة كده. فالكلية عندي بتوفّر لي ال5، 6 أقسام دول. تمام. بالتالي هابقى مختلف تمامًا عن الكلية أو الجامعة اللي بتدرس في الكلية بتاعتها تقريبًا كل الأقسام دي في بتاع واحد، يعني فاهمني؟ عندي أنا بقى إيه، الموضوع مختلف. عندي أنا كُلّه متقسّم. اللي أنا باخده مش زي اللي بتاع سايبر بياخده، ما بناخدش حاجات شبه بعض تمامًا، هو في منهجه ودنيته وأنا في منهجي ودنيتي. ما باخدش زي اللي بياخده بتوع AI، ما باخدش زي اللي بياخده الIS وما إلى ذلك. فكل واحد فينا ليه مدى الصعوبة بتاعته، كل واحد فينا ليه المنهج الخاص بيه، كل واحد فينا ليه دنيته، العالم بتاعه. الحاجات اللي عنده مش زي اللي عندي. في مواد بيننا common عادي، بناخد أنا وهو حاجات common، مادتين مثلًا common في الترم ثابتة كده كلنا إيه، كده، كده في حاجات generic، يعني في حاجات كلنا لازم نبقى فاهمينها. بس في حاجات زي مثلًا آآ مش عارف أي حاجة تخُص الcyber security أنا مش مهتم بيها، يعني بعيدًا عن الحاجات اللي تخُص الsystem security شوية. يعني مثلًا عشان بطبيعة الحال أنا بابرمج يعني فاهم، فطبيعي محتاج أبقى فاهم الsystem اللي أنا بابرمجه ده إزاي يبقى secure بأي شكلٍ إن كان. فمثلًا دي مادة أنا هاخدها منه، يعني حتّة كده من عنده، لكن هل أنا هاخد كل المواد بتاعته؟ أكيد لأ. هاخد blockchain، هاخد مش عارف encryption، مش عارف مين فين، لأ. تمام، كل ده المفروض إيه، ما أكونش باخده. فهو عنده حتّته، وبتاع IS عنده حتّته، بتاع AI عنده حتّته، وكُلّنا عندنا حِتَتنا. طيب فين المشكلة؟ ليه أنا باقول لك ما تخشش القسم مش الكُلّية، ليه ما تخشش القسم اللي اسمه CS؟ لإن قسم CS هو أقدم قسم فيهم، هو بطبيعة الحال أول قسم اتعمل، لإن هو ده اسم الكُلّية أصلًا، فطبيعي هو أقدم واحد فيهم. تمام؟ القسم ده مش بيدرس لك برمجة بالجنيه. تمام؟ أنا باتكلم على القسم ده تحديدًا، يعني لو أنت هتتخصص computer science. من كلمة computer science الناس بتترجمها لحاسبات ومعلومات، طبعًا الترجمة دي خطأ جدًا، 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 لإن يعني الكلمة أصلًا يعني الكلمة غلط، هي الكلمة اسمها computer sciences أو computer science، علوم الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر، عامل كده زي ترجمة attack on titan، هو اسمه أصلًا Shingeki no Kyojin بالياباني. لمّا جُم يترجموه، أو هو أصلًا معناها بالياباني ده اللي هو إيه، العملاق المهاجم. لمّا جه ترجموها بالإنجليزي بقى attack on titan، الهجوم على العمالقة. لمّا جه بقى إيه، يترجمها لك بالعربي بقت هجوم العمالقة أصلًا، يعني العمالقة هي اللي بتهاجم. فالدنيا إيه،
مدعكة في بعض. فنرجع بقى إيه لموضوعنا بتاع حاسبات. فأنت الكلية عندك باشا، فأنت الكلية هنا عندك اسمها زي ما قُلت لك غبي أصلًا. يعني هي اسمها إيه، حاسبات ومعلومات، تمام. الاسم ده غلط تمامًا. حاسبات ومعلومات ده اللي هو مش عارف computer and information، يعني يعني هي ساعات بتتكتب كده computer and information technology، دي تمام ماشي. لكن الناس بتترجمها حاسبات ومعلومات، تمام. أنت ما بتاخدش البتاع ده، يعني أنت ما بتخشش ما اعرفش أيًا كان ده إيه. أنت بتاخد computer sciences، علوم الكمبيوتر computer science. فعلوم الكمبيوتر دي حاجة بجد انقرضت منذ أزل الأزلين. هي موجودة كconcepts موجودة، وهي دي اللي مبني عليها كل حياتنا دلوقتي. بس العلوم اللي أنت بتدرسها في الكلية دي هي علوم تم إنشائها بواسطة أول من أنشأ الكمبيوتر، تمام. هتلاقي الدكاترة اللي بيدوها دايمًا كده دكتور عجوز، دكتور عاشر الكمبيوتر اللي كان قد الأوضة، الدكتور اللي كان بيكتب كوتلين، الدكتور اللي كان لأ مش كوتلين، كوتلين إيه، اللغة اسمها إيه، لغة الbusiness كوبول تقريبًا مش فاكر. أنا آسف، آسف لبتوع الكوتلين، آسف لرجالة الأندرويد، أنا آسف، أنا آسف. ف زلة لسان. أنا هاشرب بس عشان إيه، عشان اللي كده أهو ده. فهتلاقي دايمًا المناهج اللي أنت بتاخدها حاجة قديمة جدًا، حاجات أقسم بالله ما تستفاد بيها بجنيه. وقسمًا بالله، قسمًا بالله أنا من ساعة ما اتخصصت، أنا قعدت سنة أولى وتانية مش متخصص، تمام. أمتع سنتين في حياتي سنة أولى وتانية. من أول تالتة اتخصصت، وللأسف وكانت تتقطع إيدي قبل ما أعمل كده، اخترت CS. سنة تالتة وسنة رابعة أقسم بالله أسوأ سنتين اتعلمت فيهم، أسوأ سنتين يعني في الكلية، أسوأ سنتين لعقلي، أسوأ سنتين لوقتي، أسوأ سنتين لكل حاجة. السنتين دول بالمواد اللي باخدها كلها مواد نظري بحت فقط لا غير. ما فيش أي مواد تخُص البرمجة بربع جنيه، ما فيش أي مادة مفيدة بأي شكلٍ كان. وقسمًا بالله ما فيش أي مادة مفيدة، وأي حد هيخش يقول لك أنت بتهري وأنت بتعمل أي كلام. معلش هو بيتطص، أنا آسف أنت بتتطص يا اسطى، أنت بيضحك عليك. لو أنت مصدق بجد إن القسم ده الحاجات دي مهمة لدرجة إن أنا أضيّع فيها سنتين من عمري وتبقى هي الcore بتاع حياتي لمدة سنتين، لأ أنت هنا عندك مشكلة. الكلام اللي بناخده جميل وكconcepts جميل ونحب إن إحنا نتعلمها ومش عارف إيه، لكن ما لوش لازمة ومش موجود في السوق ومش هتلاقي حد بيسألك فيه. يعني ممكن تبقى مهارات من تحت لتحت، ومهارات بجد ينفع تشتغل عليها مع نفسك يعني. وهتعرفها عادي يعني. كده أنت في الكلية مش هتلاقي اللي يجايدك، كده ما فيش حد يجايدك في الكلية. الكلية أنت بس لوحدك، بس في مكان مع ناس تانية لوحدهم كتير جدًا بس. يعني بدل ما أنت لوحدك في أوضة، لأ أنت دخلت أوضة تانية فيها 70,000 واحد كلّهم لوحدهم، بس أنتم واقفين سوا بس فقط لا غير. فأنتم كلّكم لوحدكم مع بعض، يعني بس. فأنت ما فيش حد يجايدك إن هو يعرّفك الصح من المعلومات دي فين. يعني هو يدّيك معلومات عشوائية جدًا ما لهاش أي لازمة، وفي بس معلومة كده فاهم، كده فاهم، مهمة ممكن كده أهو، فاهم، كده أهو كده فاهم. مين بقى الشخص اللي هيحسّسك إن دي معلومة مهمة؟ ما فيش. هو بيطرش لك كلام وأنت تعلّمه أو مش هتعلّمه، هتحفظه، تلصقه، تطرشه في الامتحان، شكرًا سلام عليكم. ده حياتي لمدة سنتين، قاعد باتلصق بارمي في الامتحان. ومعلش عشان بس ما حدش ييجي يقول لي أنت اللي فاشل وأنت مش عارف إيه. الحمد لله جايب درجات ممتازة جدًا، جدًا في البتاع ده، الحمد لله يعني، الحمد لله بفضل ربنا، مش شطارة منّي. بس بجد هي حاجة ما لهاش لازمة. أنا باقول لك المواد اللي بتاخدها ما لهاش لازمة. بتاخد theory of computation، بتاخد systems programming، بتاخد مش عارف computer graphics يعني من اسمها graphics وبتاع. لأ ما فيش graphics. الgraphics بتتعلم إزاي ترسم مربع وبتاع على الكمبيوتر، حاجة ما لهاش أي معنى. ودي مش foundation، ده مش foundation تمام. اللي يقول لك يا عم الكلية بتديك الأساسيات، ده مش أساسيات. دي مش foundation computer graphics. أنت ما بتاخدش البدائيات، أنت بتاخد ال الإيه، العقيمات. أنت بتاخد المعقمات، ما أعرفش عايز أجيب الهاه منها ده، الحاجة اللي بتخلّي مخّك عقيم أقسم بالله. مخّك بيتحرق. أنا مخّي اتحرق، أنا مخّي اتحرق من السنتين دول. سنتين بدون كود، نظري فقط، نظري بحت. أنا ما باخدش كود، ما باكتبش كود. مخّي سقّط عن الlogical thinking، قسمًا بالله مخّي سقّطه. يعني إيه، أنا بقيت عبد الvibe coding. يعني ما أعرفش الموضوع بقى وِحِش. أنا مخّي كان زمان بيفكّر أكتر من كده بكتير جدًا. أول سنتين كُلّية، سَنة تانية تحديدًا، سَنة تانية دي أقسم بالله peak أحسن سَنة، أحسن مواد، أحسن فترة ذهنية ذكائية اللي أنا كنت فيها.
أنا كنت تحفة في الdata structures، كنت تحفة في الweb، كنت تحفة في إن أنا أتعلم concept بسرعة كلغة وأطبّقه وأعرف بقى. عملت ساعتها مشاريع full stack وبتاع. كانت سنة جبارة، قسمًا بالله السنتين بتوع التخصُّص دول دمّروا لي كل ده. كل ده، اللي أنا مُخّي ريّح. مُخّي دلوقتي أنا للأسف عندي عيب، ما أعرفش عيب والّا ميزة، بس أنا باركّز مع الكُلّية جدًا. أنا لازم أجيب درجات عالية، عشان في البيت ما ينفخونيش، وهو أنا اتعوّدت كده بقى. أنا لازم أركّز إن أنا أجيب GPA عالي. طَب باجيب GPA عالي في مادة مش عارف introduction to English، مش مهم، أنا لازم أجيب الGPA العالي ده، مش هينفع أفكس للمادة، هو أنا كده، يعني ده عيب عندي. فأنا لو هاركّز في ده، مش هادّي حقّي للشيء التاني. وبرضه عشان بس إيه، تاخد بالك، يعني أنا مش باقول لك حتّة أنت إيه، اللي هو ما تخشش القسم ده لإن أنت تقدر لوحدك تعمل كل حاجة أنت تقدر، بس أقصد إيه، أ أنا ما باقولش إن أنا لو كنت برّه الكلية أو برّه القسم ده كان زماني بقى عندي الوقت إن أنا أعمل وأسوي، وأسوي، وأسوي. عادي جدًا، أنا شخص كسول جدًا أصلًا، عادي أنا مش محتاج شغل ولا الكلام ده كلّه. يعني عشان بس إيه، في حالة إن أنت لو بتاخد الcontent creators role models والّا حاجة لا سمح الله، لأ عادي جدًا. أنا شخص يعني بازهق جدًا من البرمجة أصلًا، والموضوع بالنسبة لي ممل جدًا، وباميل أكتر للحاجات اللي تخُص الdesigning عشان كده لمّا رُحت أجرّب track، أول حاجة بدأت بيها وأول حاجة أُعجبت بيها الfront end، لإن أنا اللي باكتبه باشوفه فعليًا، غير مثلًا الback end، غير مش عارف إيه، غير الحاجات التانية دي. فالموضوع بالنسبة لي لأ، يعني مش عشان أنا مش عارف في CS هي دي حجتي، لأ مش كده. بس أقصد إن CS للشخص اللي يعني عايز يدّي وقت للكلية وما يضيّعهاش، في نفس الوقت يشتغل على نفسه فعليًا، هي أسوأ قرار بجد هتاخده، لإن أنت هتاخد concepts تقيلة جدًا، صعبة جدًا، بلا أي مغزى وبلا أي معنى، بجد. يعني مش هتلاقي نفسك بتاخد design patterns اللي هي الحاجة المهمة اللي بتتسأل بجد في الinterview، نظري وبتتسأل في الinterview، بس هي مش نظري، أنت بتدرسها نظري وبتطبّق عملي كلّها، مش حتّة منها. أنت بجد كلّها بتطبّق عملي عادي جدًا. وفي أي interview، وأنت في أي interview كrole developer، أنت كده هتتسأل في الdesign pattern، ده حاجة أساسية. الclean code اللي بتكتبه ده والكود الarchitecture اللي أنت ماشي بيه ماشي إزاي، ده حاجة أساسية. دول مثلًا بياخدوها بتوع SE، بتوع IS قاعدين بيتعلموا دلوقتي data analysis عندنا في الكلية، بتوع cyber بيتعلموا cyber. عادي جدًا، هُم أصلًا في كوكب لوحدهم. الكلية الفرع بتاعنا ما فيش AI، ما فتحش وما فيش multimedia لإن أعداد الناس مش كفاية. بس أنت أسوأ قسم، أنت بجد أنت أسوأ قسم فيهم كلّهم، تتعامل مع أسوأ دكاترة سِنًا بجد، اللي هُم الناس اللي فاهمين الconcepts اللي بتتدرس في قسم CS، ناس عندها 70 و75 سَنة، وأرقام مرعبة بجد صعبة التعامل بنسبة مليون في المِيّة. الناس الناس اللي في بقية الكليات عادي، المواد مستحدثة نوعًا ما، فأنت إيه، أو بقية الأقسام، فأنت بتتعامل مع ناس صغيرة في السن، ممكن يبقوا مرضى نفسيين عادي جدًا، بس هم صغيرة في السن، تقدر أنت تتعامل معاهم عادي جدًا. مش هتلاقي دكتور 75 سنة مش سامعك أصلًا في المحاضرة. أنا مش داخل دار مسنين يعني، فأنا مش داخل دار مسنين، ولا داخل إن أنا أراعي الدكتور، أنا مش داخل أراعي حد، أنا دافع فلوس وجاي آخد خدمة، الخدمة مش موجودة يبقى أنتم ما لكمش لازمة بقى، فاهم؟ هي كده يعني. كده إحنا مش داخلين أحسِّس على الكلية وأنا دافع فلوس، فاهم؟ الموضوع مش حلو. CS قسم مش حلو، بجد خُش أي قسم تاني، خُش قسم سايبر، هم ليهم عالم لوحدهم تمامًا، مش بياخدوا الحاجات اللي أنت بتاخدها خالص. ولو حاولت تدوّر عندهم إن أنت تتعلّم حاجة من عندهم، لأ أنت محتاج تغوص شوية، يعني لأ، حاجتك مش حاجتهم، يعني مش زي حاجة SE، حاجات SE وCS ممكن يلضموا شوية، حاجة IS ومش عارف إيه، لكن سايبر لأ، هم كوكب لوحدهم وقصة تانية، عالم تاني تمامًا. بتوع IS، قسم IS هو يعتبر أخف قسم شوية، يعني قسم بيدّيك أريحية وشوية وقت، وفي نفس الوقت بيعلّمك حاجات نوعًا ما موجودة في العالم الخارجي بجد. يعني ممكن تستخدم الكيبورد تاني في كتابة الكود. أنا باقول لك بقى لي سنتين ما باكتبش كود، مُخّي زرنخ، أقسم بالله مُخّي زرنخ. للأمانة عفوًا للأمانة، بناخد مادة مادة، يعني هي مادة كده الجامعة حاطّاها زيادة اسمها professional training in AI، دي special case عندي أنا، يعني أكيد مش موجودة عندك يعني، فاهم؟ ف المادة دي بناخد فيها شوية AI concepts كده جميلة وبتاع، وبنطبّقها وبتاع، على حسب المعيد، يعني على حسب المعيد اللي بيدّيها لك. إحنا خدنا المادة دي 3 مرّات من كتر ما هُم ما عندهمش محتوى، professional training in AI 1 و2 و3.
2 هي الوحيده اللي انا اتعلمت فيها حاجه. 1 كانت فاهم انت في الضياع منه. 3 3 اللي انا باخدها حاليا في ضايعين الضياع. ف2 هي اللي اتعلمت منها. يعني دي الماده اللي كنا فاهم بناخد فيها حاجه عملي. عملي يعني دي الحاجه الوحيده اللي كنا بناخد فيها عملي. بس ما كنتش بكتب فيها كود برضه. ليه؟ لان اكواد الاي اي مش محتاج كتابه. الاي اي فهم اكتر ما تك 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 تك. الاي مش محتاج كود قد كده. لا، الاي اي كاي اي صرف مش بري بروسيسنج مثلا او حاجه. لا، الاي اي كاي اي صرف سطرين كود بتكون الموديل وبتديله شويه بارامترز وتلصق. فهي دي الماده الوحيده اللي اتعلمت فيها حاجه عملي بجد. بقيه المواد كلها بلا معنى. بلا معنى بجد. ممكن اطلع لك في طول السنتين دول بماده او اتنين هم دول اللي اتعلمت فيهم، ومش هفكر ايه هم يعني بجد، لان الموضوع مش حلو. فنصيحه نصيحه لوجه الله. ولو في اي حد معترض اعترض عادي يعني، مش مهم. الكلام مش بفلوس يعني. بس انا بحكي تجربتي. آه، ان انا حصل لي داون جريد بسبب التخصص ده وبسبب القسم ده. لو انت يعني لو انت عندك فرصة انك تتخصص، يعني كليتك فاتحة تخصصات، اياك ثم اياك ثم اياك انك تتخصص سي اس، لانه بجد اسوأ قسم هتتخصصه في حياتك. تخصص سي اس، تخصص اس اي. اس اي كلها حفظ ودش ومش عارف ايه، مش مهم. جواها حاجات اقسم بالله كتيرة جدا هتستخدمها في الحقيقة. اي اس جميلة ولطيفة. سايبر كوكب اخر لو انت يعني مهتم بالسكة دي. ف إياك ثم إياك تخش سياسة بجد. نصيحة. دي تجربتي وده اللي حصل لي. إن أنا قبل التخصص أنا كنت قوي جدا أقسم بالله في حاجات كتيرة جدا. بعد التخصص مخي اتدمر بجد. أنا مخي ده متدمر. مخي بجد لا يقارن تماما تماما بنفسي في سنة تانية. كان عندي اكسبيرينس أكتر بكتير جدا في سنة تانية. أكتر بكتير بكتير بجد. يمكن مشاريع اللي انا احيانا بحطها لحد دلوقتي في السي في هي مشاريع اللي عملتها في سنه تانية بجد. لان سنه تانية دي كانت يعني كانوا جايبين ناس تقيله جدا، المواد تقيله جدا، المعيدين تقال جدا. كان في شغل فعلا. آه، طبعا انا بتكلم على الكيس بتاعتي عشان كده بقول سنه تانية سنه تانية سنه تانية. بس انا اقصده يعني قبل التخصص كان في تنوع، والتنوع ده كان نافعني في حتت كتيره جدا. ما كانش دوشه خالص خالص. كان تحفه. التخصص هو اللي ضرني. وكانت وصمة عار. التخصص ده وصمة عار الصراحة، وأنا ما باحبوش. بجد ما باحبوش. أنا الحمد لله فاضل لي شهرين وأتخرّج. ادعوا لي أتخرّج على خير. آآ من هذا التخصص ومن هذه الكلية، عشان زهقت الصراحة. بس، فيعني الكوباية كانت هتُقع. اشربوا قهوة يا جدعان. القهوة شيء قوي جدًا وطعمه حلو، والice coffee طعمها حلو جدًا. واشربوا مَيّة عشان بقى كتير ما قُلتش اشربوا مَيّة. أرجو الفيديو ده يتشاف. لأن algorithm القناة وقع بقى له فترة كبيرة جدًا. آآ في حاجة كل مرّة بانسى أقولها. قناة التليجرام. إحنا عندنا قناة تليجرام بننزّل عليها حاجات مهمة. في تدريب من Orange لسه منزّله. آآ على القناة يعني. فروحوا شوفوه، خدوا لفة كده. بس هذا الفيديو بيتصوّر بتاريخ ما أعرفش كام، بس إحنا النهارده التلات. تقريبًا النهارده 25 أو 24 حاجة كده. يُقال إن يوم الأربع والخميس الجايين إن شاء الله يعني هيبقوا دمار شامل على الكل. فإن شاء الله خير. أعاصير وأعاصيف وبتاع. أعاصيف حلوة دي. أعاصير وإعصارات وعواصف وكلام من اللي هو ده. فيعني إيه، تقِّلوا، تقِّلوا، تقِّلوا. بس كده. شكرًا، شُفتوا الفيديو. أشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.